الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نتابع رحلتنا مع القرآن الكريم، تلك الرحلة التي نرجو على الله جل وعلا أن يجعل منتهاها إلى جنة النعيم. هذه الرحلة التي نسافر فيها مع القرآن إنما نبتغي منها أن تكون نهاية هذه الرحلة هي السعادة في الدنيا والفوز برضا الله تبارك وتعالى وبجنته في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، جزاك الله خيرا. نحن اليوم مع سورة تسمى سورة التين، تحدث الله عز وجل فيها عن كرامة الإنسان، عن كرامة الإنسان، تلك الكرامة والمكانة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، بل جعلها للإنسان أو للإنسانية أجمعين. قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. الإسلام لا يجعل الكرامة للمسلمين وحدهم، وهذا شيء عجيب. هذا دليل على أن الإسلام ينظر إلى الإنسانية نظرة حقيقية شاملة. الله لم يقل ولقد كرمنا المسلمين وحدهم، وإنما قال ولقد كرمنا بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، كل بني آدم، أي إنسان، كل من يوصف بالإنسانية وأنه من أبناء آدم فالله أمر بتكريمه. فكرامة الإنسان أيها الإخوة الكرام هي السر في عظمة الإسلام. هيا بنا نرى كيف تؤكد السورة على هذه الكرامة. أولا يقسم سبحانه. لما ربنا يقسم يبقى لابد أن المقسوم عليه عظيم. أنت عمرك ما بتحلف إلا لما كان الموضوع، إذا كان الموضوع يقتضي أنك تحلف. الله سبحانه وتعالى سيقسم على مكانة الإنسان وكرامته. يقول سبحانه: قسم الأول: والتين والزيتون. قسم الثاني: وطور سينين. قسم الثالث: وهذا البلد الأمين. ايه جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلقنا الإنسان في أعظم مكانة. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، أو كان جالسا في المسجد، أو كان جالسا في الطريق بقرب المسجد، ثم مرت جنازة فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا لها. قال لأصحابه: قوموا، أمرهم أن يقوموا. فقال بعض الأصحاب: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: أوليست نفسا قد خلقها الله سبحانه وتعالى؟ فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على تكريم الإنسان من حيث هو إنسان. ولذلك من السنة حين تدخل الجنازة إلى المسجد أن نقوم لها احتراما وإكبارا لكرامة الإنسان. إذا ضاعت يا جماعة كرامة الإنسان فكل شيء بعدها يضيع. الكرامة هي السقف الأكبر، هي الحد الأعظم الذي هو ضمان السعادة لأي إنسان. كنت أحدثكم قبل ذلك
أنك لو أردت أن تربي ولدك على أحسن تربية عامله بكرامة. أحسن تربية في الدنيا أن تعامل ولدك أو بنتك بكرامة باحترام. هذه أحسن تربية، يتربى على الكرامة وعلى الاحترام. كذلك أحسن سعادة زوجية أو أحسن حياة زوجية تؤدي إلى السعادة الزوجية التي تقوم على الكرامة. يعني لما بنيجي مثلا حد فينا يجي يتجوز، بنقعد نقول له حاجات كتير قوي، وبننسى نقول له خلي بالك ان لو عايز حياتك الزوجية تنجح عامل زوجتك بكرامة، يعني لا ترق كرامتها. كلما كنت كريما في معاملتك معها، لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ أحسن تقويم. أراد الله أن يجعل الإنسان في أحسن مكانه، فإذا حافظت على نظام الله تعالى فإن الله يحفظك ويحفظ لك مكانتك ومكانك. وإذا أسقطت كرامة الإنسان ولم تحافظ عليها فإن الله عز وجل يسقط مكانتك ويسقط قيمتك. سبحان الله. ولذلك من أكثر المواد العلمية، يعني أحاديث صحيحة وصلت إلينا وآيات قرآنية قبل ذلك في الأدب والأخلاق والكرامة الإنسانية. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا يقول ولقد كرمنا بني آدم. الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من طبق القرآن. تعالوا شفنا مثال واحد على تطبيق الرسول عليه الصلاة والسلام مع غير المسلم. خلي بالكم في فرق بين اليهودي والصهيوني. هنا حتى لازم نقف معاه شوية. اليهود أساسا تماما كالنصارى أو المسيحيين ديانة نزلت من السماء وذكرها القرآن. لكن الصهيونية خلافنا مع الصهيونية، فالصهاينة قوم مجرمون معتدون قتلوا إخواننا وأخواتنا واغتصبوا أرضنا أرض فلسطين إلى آخره. فخلوا بالكم الفرق ده مهم. لما نقول الرسول وقف لليهودي مش للصهيوني. جنازة اليهودي غير جنازة الصهيوني. الصهيوني مجرم لأنه يغتصب أرضا ويسفك دما، لكن اليهودي شأنه شأن المسيحي شأن النصراني شخص مختلف. نرجع تاني، هذا هو المستوى الأول من المعاملة الإنسانية. تعال بقى لما نقرب شوية، زوجتك بقى وأولادك حاجة أعلى شوية، حاجة أقرب ليك، فعليك أن تكون أكثر برا بهم. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. عايزين نتكلم النهارده عن أحسن تقويم دي نشوفها. قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته هاشا باشا. يعني ايه هاشا باشا؟ يعني دائم البشر مبتسم، يدخل على أهله السرور والفرحة. هذه أعظم يعني كرامة، أن تكون كريما في أخلاقك. تدخل البيت تلاقي الأولاد يجروا عشان ياخدوك في حضنهم، تلاقي زوجتك تسرع إليك سعادة بك، اشتاقت لك. هذا دليل على أنك إنسان ناجح في حياتك. حتى في الحديث الصحيح خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا مقياس يعرف به مكانة الإنسان عند الله يوم القيامة. أنت نفسك تعرف به. يعني إيه؟ يعني مش المهم في المسجد بقول عليك إيه. ما في المسجد طبعا أنا قاعد على المكتب أو قاعد قدام الميكروفون أو حتى قاعد بستمع الدرس شكلي كده منور وشكلي زي الفل، لكن قيمتك والمقياس الذي تقيس به نفسك حالك في البيت. خيركم خيركم لأهلي، يعني حين تكون كريما مع أهلك أولادك وزوجتك فأنت حينئذ وهو طبعا يدخل كذلك في الأمر والديك إلى آخره، فأنت حينئذ فعلا تقي
وفي الحديث الصحيح اتقوا الله في الضعيفين، المرأة رقم 1 و2 اليتيم أو الطفل. يعني الضعيف قوي ده اللي هو اللي لما هتزعق له، عارف أكتر واحد تخاف منه ايه؟ الضعيف، لأنك لما تظلمه لن يستطيع أن يرد عليك، صح؟ على تخاف منه لأن هتحاسب عليه. إنما لو كلمت أي واحد وغلطت في حقه ولا عليت صوتك يقول لك أنت بتعلي صوتك ليه يا عم وأنت بتكلمني؟ لكن المرأة الزوجة يعني لا تستطيع أن تفعل ذلك، والطفل لا يستطيع أن يفعل ذلك، لكنه يخزن ذلك في عقله الباطن، يعبي. احنا عارفين في عقل باطن بيخزن، في ذاكرة هنا بتحط الحاجات الحديثة، وفي ذاكرة عميقة شوية في العقل، خلفية شوية، وفي عقل باطن كمان في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعلماء قالوا في عقل باطن في القلب بيخزن، يقعد يخزن يخزن يخزن، لكن هذا التخزين له حدود، بعدين يحصل انفجار. عشان كده الحكمة بتقول اتقي شر الحليم إذا غضب. الحليم ده مين؟ اللي ما بيغضبش. ليه اتقي شره؟ لأنه بينفجر، بيقعد يحوش، بيغصبين عنه، ما انت عمال بتخليه يخزن، وهو طبيعة أخلاقه ان هو ما عندوش رد فعل، بيستحمل، انسان صبور، فيقعد يحوش 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 يحوش، في لحظة بقى لا يعرفها أحد تسمى لحظة الانفجار. أنا مش هقولها باللغة الإنجليزية بس كلكم عارفينها. لحظة الانفجار دي تبص تلاقي لا يستطيع أحد أن يقدر كيف ستكون. ممكن ولد ينفجر في أبيه في لحظة البلوغ، تبقى دي لحظة الانفجار بالنسبة له، هنا يشعر بقوته، حس بقى الثانوية العامة، تالتة إعدادي ولا ثانوي، تانية ثانوي، تبص دلوقتي حس إن هو قوي. ففي يوم كده أحد أولياء الأمور بيقول لي، يعني أحد الناس اللي بيصلوا معانا في المساجد بيقول لي ابني في مرة كده لأول مرة لقيته بيقول لي في إيه يا عم أنت عمال بتستعبدنا ولا إيه؟ أنت بتستعبدنا؟ الراجل جات له حالة من الذهول، أول مرة الواد يكلمه كده. يا عم كلمنا كويس. وقابلني بعد كده الواد وقال لي أنا ما بحبش أما أبويا يدخل البيت ببقى عايز أطلع من البيت. الواد في أولى ثانوي، وصل لمرحلة بقى أن يقول له لأبوه لا أنا استحملت كتير، دي اسمها مرحلة انفجار، وراح داخل في شمال. ولو ما كانش الأب بيلحق نفسه ممكن الموضوع يتطور أكثر من هذا، يخسره تماما. عشان كده بنقول بقى إن الرفق، نرجع تاني، كرامة الإنسانية تقتضي أن يكون الإنسان رفيقا مع الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يعني حفظه. تربي ابنك ربيه برفق، عايز تربي زوجتك ربيها برفق. هو التربية معناها العنف، والتربية معناها القسوة. في الحديث الصحيح في معنى الحديث الصحيح أن الإنسان يستطيع أن يربي زوجته، يربيها يعني مش يربيها بالعصاية، أو يربي أولاده مش معناها بالعصاية. أول ما بنسمع كلمة التربية يجي لنا على طول الضرب، يقول لك فلان ده متربي كويس. يعني ايه؟ بعض الناس يقول لك يعني ابوه ضربه كويس وهو صغير. لا، ده اللي ابوه بيضربه كتير وهو صغير بتحصل له مشاكل وهو كبير. لكن حقيقة التربية هي التكريم، هي الكرامة، هي حسن المعاملة. لأن الإنسان أيها الإخوة الكرام يأخذ أو يعطي ما يأخذ. لو بتدي ابنك حنان يديك حنان، يديك اللي انت بتديهوله. لو أنك تعطي زوجتك حنانا وكرامة تعطيك حنانا وكرامة. لو أنك تعطي ولدك حبا يعطيك حبا. لو أنك تعطي زوجتك حبا تعطيك حبا. في مثل جميل جدا يقول لك ايه نسبة الحب، يعني نقف شو عند حتة الحب دي، لأن الحب شعور إنساني راقي جدا تم ابتذاله في الأوقات الأخيرة، لكن للأسف ينبغي أن نتكلم عنه، ما نتكلمش عنه كتير. في مثل يقول لك الحب كالشجرة، حب بينك وبين أولادك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين والديك، بينك وبين إخواتك وإخوانك كالشجرة. بالذات الحب الذي يتعلق بالعلاقة الزوجية إذا لم
تكن ترويها باستمرار فإن هذه الشجرة ايه؟ تذبل وقد تموت. ازاي ترويها بقى؟ بالتكريم، بالكرم، كرم الأخلاق وكرم المعاملة. مفيش مشكلة لما السيدة عائشة رضي الله عنها، تذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج سيدة عائشة وسنها صغير، خلي بالكم الحتة دي، اما تتجوز زوجة سنها صغير هذا يقتضي منك ان تراعي السن. اللي سنه صغير بيبقى عقله شوية عايز مرح وعايز انطلاق. سيدة عائشة كما تعلمون تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم وهي اصغر نسائه سنا، فكانت احيانا تقول له، خلي بالكم الكلام ده كله مثبت في كتب السنة، تسابقني، تقول له ايه رايك تلعب معايا سبق؟ الرسول قال لها لا يا شيخ مش عيب عليك، واحد نبي ويلعب سبق؟ لا الرسول ما قالهاش كده، قال لها نعم اسابقك. يمكن لو واحد فينا زوجته قالت له تسابقني ولا يا شيخ عيب، عيب برضه، ده احنا عيال عشان لا، الانسان يظل في قلبه الطفولة حتى يموت. اسعد حاجة في الانسان الجزء الطفولة اللي بيفضل عايش معاه، اللي يخليه يجري وينطلق ويلعب ماتش كورة. انا قلت لكم المرة اللي فاتت ان احنا بنفكر نعمل ملعب قدام المسجد عشان نفرح الناس. السيدة عائشة تقول له تسابقني، فيقول لها نعم اسابقك. ايه رأيك تسابقني؟ تقول لزوجها الرسول، تقول لها نعم. المهم فيعمل ايه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فيرخي لها. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيش حد في قوته، فهو لو عايز يسبق هيسبق، بس هتتضايق طبعا، فقوم يسيب لها شوية عشان هي اللي ايه؟ اللي تسبق، فتفرح قوي عشان هي سبقته. شوفوا الحياة الزوجية النبوية كانت حياة جميلة ازاي. ثم بعد ذلك مرة تانية الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها تسابقينني، ايه رأيك؟ هو بقى اللي بيطلب منها تسابقيني، فتقول له ايه؟ تقول له نعم اسابقك، حاضر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يسبقها، ثم يقول لها هذه بتلك، زي ما احنا بنقول كده واحدة بواحدة، يعني انت سبقتيني مرة وانا سبقتك ايه؟ مرة، يعني انا مش هفية برضه، انا اعرف اسبق برضه اما احط في دماغي ان انا اسبق. شوف الحياة الجميلة عليه الصلاة والسلام. كذلك يحصل ما تنسوش العنوان الكبير، كان اذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم هاشا باشا دائم البشر. هاشا باشا يعني دايما يضحك مع زوجته، يضحك مع اولاده. كذلك تروي السيدة عائشة رضي الله عنها انها اختلفت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم الحتة دي مهمة جدا. والاختلاف بين الزوجين وارد اساسي، لان احنا كلنا بشر. فالرسول عليه الصلاة والسلام حاول يقنعها مش عايز تقتنع، يحاول يقنعها مش عايز تقتنع، فيقول لها ايه؟ طب ايه رأيك اجعلي حكما بيني وبينك. نجيب حد، لما الحوار يقفل بيننا وبين بعض لازم نجيب حد ثالث يحكم بيننا عشان ما نجادلش بقى ونغلط في بعض والدنيا تتطور. قالت نعم، قالت له كلامك مظبوط. قال من؟ ايه رأيك؟ فسكتت. قال لها ابوك، ايه رأيك اجيب لك ابوك ابو بكر الصديق؟ في اكتر من كده؟ قالت له ماشي. فجاء الصديق رضي الله عنه، فاول ما جه سيدة عائشة قالت، هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها اولا تبدأين الحديث، يعني تبدأين تتكلمي الاول ولا نبدأ الاول؟ قالت له لا، قل انت ولا تقل الا حقا. فتت منها ولا لا؟ فتت منها سنها. ودايما عقل النساء لا يمكن ان يدرك عقل الرجال. ربنا اداك القوامة يبقى معناها تصبر، مش معناها تعاقب بسرعة تنزع منك القوامة. بعض العلماء بيقولوا اذا اعطاك الله القوامة لكثرة صبرك وتحملك، فاذا لم تستغلها تنزع منك، ربنا ينزعها منك يخليك ضعيف. لكن القوام معناه انك تصبر، انك اقوى. الاقوى هو الذي يصبر. احنا عندنا تعريف مصطلح القوة في مشكلة. القوة عندنا الانسانية احيانا بتشتبه مع القوة الحيوانية. القوة الحيوانية الواحد يبقى عنده صحة جامدة وممكن يفتك باللي قدامه، دي ليست هي القوة الانسانية. تعريف القوة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، القوي ليس القوي بالسرعة اللي يعني عنده قوة بدنية، لكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. فانت الزوج، انت الرجل، قوتك في تحملك، مش قوتك انك كل شوية تنفعل وكل شوية تزعق وممكن تمد ايدك. استعمال الايدي في
في التعامل مع الأولاد أو مع الزوجة مسألة خطيرة جدا. ليس خيركم من يضرب نساءه، الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام. المهم نكمل. فقالت له قل أنت ولا تقل إلا حق. تحكي أنت الأول بس بشرط ما تقولش إلا حق. هنالك غضب الصديق. شوف المفروض اللي يغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه صاحب القوة هو له القوامة. الرجال قوامون مش بالصوت العالي، لا، بالسيطرة على النفس وعلى الأعصاب، ضبط النفس. امتى الناس عيلتك تخليك كبير العيلة؟ اما يلاقوك بتضبط نفسك كويس، سيطر على أعصابك. اما يلاقوك متهور يشيلوك على طول. المهم قالت له قل ولا تقل إلا حقا. فضبط الرسول عليه السلام نفسه ولم يغضب، لكن أبا بكر الصديق غضب، اللي هو مين؟ أبوها، وقام إليها ولطمها على وجهها وقال فمن يصدق إذا لم يصدق رسول الله. زي تقول الكلام ده؟ فغضب الرسول من أبي بكر، ما قالوش الله ينور عليك ادي كده الرجولة ولا بلاش. طبعا كانت محتاجة ألمين يعدلوها. الرسول ما قالوش كده. غضب الرسول من أبي بكر وقال يا أبا بكر هل جئنا بك حكما أم جئنا بك خصما؟ وانا جاي لك عشان تحل المشكلة ولا جاي تعمل مشكلة؟ فقامت عائشة رضي الله عنها تختبئ خلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده المشكلة اتحلت، صح ولا لا؟ خلاص هي راحت له. صليت على رسول الله. هذه الأخلاق التي أمر الله بها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأنا أقول لكم والله العظيم، وأنا يعني مقل جدا في الدخول في السياسة في الدرس أو في الخطبة، لكن أحيانا يعطينا نور القرآن إضاءة نحتاج إليها، فناخدها بعيد عن التحزب أو التوسع. القرآن بيعلمنا لو عايزين ننجح في السياسة يبقى نمشي بقاعدة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نحافظ على الكرامة الإنسانية بيننا وبين بعض، نحترم بعضنا، وإذا احترمنا بعضنا والله العظيم لازم نوصل لنتيجة. يا جماعة انتوا ناس مثقفين وعارفين جدا أن الله ميز الإنسان بقدرته على التوسع العلمي المعرفي. الإنسان تفوق على سائر الكائنات بأنه يستطيع أن يرتقي عقله في كل لحظة بما يستوعبه من المعلومات اللي احنا بنسميها الثقافة. انتوا عارفين الثقافة في اللغة جاية من ثقف الرمح. زي يقول عليك مثلا إنسان مثقف واخد مؤهل عالي مثلا، ممكن يبقى واخد مؤهل عالي ومش مثقف، وممكن يبقى مش واخد ولا شهادة ومثقف. ازاي؟ بص حضرتك، العرب تقول عن الثقافة عن الرمح، ثقف الرمح يعني ايه؟ يعني شال الرتوش بتاعته. لما يجوا الراجل الحداد وهو بيصنع الرمح، اول ما بيصنعه اول مرة بتلاقيه كده ايه ملعبك في بعضه ومش مظبط. بعد ما يثقفه يبقى الرمح بتاعه ايه؟ سليم. او السهم، يثقف السهم يبقى سليم. سليم يعني ايه؟ يعني يستطيع ان يصل الى الهدف بدون ان يتعثر، يعني بسرعة. نفس الحكاية الانسان المثقف انسان يستطيع ان يصل الى هدفه. يعني ايه؟ يعني لما يبقى زوج يعرف يعامل زوجته صح من غير ما يظلمها. في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نزوج بناتنا لمن يتقي الله عز وجل. طب ليه يا رسول الله؟ ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. وان ابغضها لم يظلمها. يبقى ده اسمه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم مع النساء. كمان مع الاولاد. تحكي السيدة عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته يلعب مع اولاده واحفاده. اما تدخل البيت انسى انك مدير، انسى انك رئيس مجلس ادارة، انسى انك دكتور في الجامعة، انسى انك مهندس، انسى انك طبيب، انسى اي حاجة. انت في البيت كأنك طفل بين الاطفال تلاعبهم فيحبون مقدمك. وكان صلى الله عليه وسلم اذا رأى طفلا يلاعبه. الطفل يحبك ازاي؟ انك تنزل لمستواه. تقوليش ازاي يا ابني بتكلمني كده؟ انت مش عارف ان انا ابوك ولا ايه؟ خد تحمديه على وشك. دي تربيه. ده انت فاكر نفسك بقى في اقول فين يعني؟ ده حتى الكلام ده خلاص انتهى. الشاهد في الكلام انه صلى الله عليه وسلم يطلب منه الحسن والحسين ان يصعد فوق ظهره.
يقول لهم ايه؟ يقول لهم عيب يا اولاد، عيب لما ابقى رسول الله عليه الصلاه والسلام يطلع فوق ظهري؟ ده كلام برضو؟ لا، ما يقولش كده، ولكن يأذن لهما، قال لهم حاضر، فيصعد فوق ظهره في البيت، يعمل لهم بقى ايه؟ جمل بنسميها جمل. بعض الناس خطأ بتقول بين قوسين حمار، ما ينفعش. لا، جمل. اعمل لكم جمل، لان الواد هيقول لك بعد كده يا بابا انا عايزك تعمل حمار. لا، قول له عامل لك جمل. في بعض الناس يعني ما بتاخدش على الكلام، لا، كلام مهم جدا في التربية. قول لهم اعمل لكم جمل. فالرسول عليه السلام عمل لهم جمل، فصعد فوق ظهره، فالرسول عليه الصلاة والسلام يمشي بهما كما يمشي الجمل، وهم فرحانين قوي. شوف الاطفال لما تطلع بقى يطلعوا فوق ظهرك يبقى فرحانين ازاي. احيانا تبقى بتصلي وتلاقي الواد يطلع فوق ظهرك مستمتع، بيحسبك جمل، تفرح انت بقى، ما تروحش قلبه كده قلبه على طول اصل عشان الصلاه. لا، حرام. مين قالك حرام؟ ده حرام انك تقلبه، الصح انك تسيبه فوق ظهرك، والصلاه صحيحه 100%. انما الجهل يقول لك اقلبه حرام، ولما يجي واحد يجيب ابنه الجامع حرام. وما واحد من اخواتنا النساء يجيب واحده منهم تجيب ابنها او بنتها، الناس يقولوا لي حرام. حرام ليه يعني؟ ده الحرام انها تسيبهم في البيت وتيجي تسيبهم لوحدهم، لا، تجيبهم المسجد. المهم، فبص بقى الحته الاخيره دي عشان احنا متفقين ما بنطولش. فالرسول عليه الصلاه والسلام تقول له السيده عائشه بقى، تقول للحسن والحسين، تقول لهم نعم الجمل جملكما، يعني يا بختيكم، انتوا عارفين انتوا راكبين على مين؟ ده انتوا راكبين على الرسول عليه الصلاه والسلام، على ظهره الشريف. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول بل نعم الراكبان هما. شوف انا بعلي صوتي فيها ليه؟ عشان مهمه جدا. يقول بل نعم الراكبان هما، هي دي التربيه. الله، هو ايه اللي يحوج يقول كده؟ ايوه، التربيه انك تكرم ابنك، تعامله بتكريم جدا، تقول له انت يعني. بص بيقولوا ايه؟ بيقول انا تشرفت بان انتوا طلعتوا فوق ظهري. بيقول لاحفاده من منا يتعامل هكذا مع اولادي واحفادي. ده احنا الواحد فينا فاكر ان طالما انا الجد بقى يبقى العيال تخش تبوس الايد وتبوس الرجل. على فكره مش مشكله ان هم يبوسوا، بس انا ما بقاش عايز بقى اقول له بوس يا دي الايدين، بوس يا دي الرجلين. ايه ده يا عم؟ هو لو عايز يبوس هو حر، انما انت هو قاعدين اقعد على الارض وانا اقعد فوق وما اعرفش ايه، والكلام اللي احنا بنشوف. الرسول عليه السلام بيركبهم فوق ظهره، ولا يعتبر هذا اهانه، وانما يعتبر هذا تكريما لهم. انا بقول الكلام ده بمناسبه جواب القسم، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. انا بقول السياسه بتاعتنا بلدنا لن تحل مشكلتها الا اذا راعينا كرامه الانسان. هي الثوره قامت ليه؟ مش عشان اهدار كرامه الانسان اللي كنا بنشوفها قبل 25 يناير؟ يبقى احنا لو عايزين البلد تمر على خير، ما بقولكش كون مع يمين ولا شمال، ولا كون اسلامي ولا غير اسلامي، مش هو ده موضوعنا، لكن بقول لك خليك انسان كريم في الفاظك، في تعاملك، في سلوكك. احنا يا جماعه عرفنا في العالم كله باخلاقنا. والله العظيم انا رحت السعوديه يمكن 4-5 مرات. اكثر ما يعرف به المصريون في العالم ويحسدهم الناس عليه كرم الاخلاق. يعني تركب المترو مثلا، مترو الانفاق، تبص تلاقي اول ما يدخل واحد كبير في السن الناس تقوم له. اول ما تدخل امرأة الناس تقعدها. اول ما اعرفش، يعني مشهورين احنا بالاخلاق في العالم كله، في العالم كله. ممكن والله العظيم يجي لك غفوه كده تنام في المترو. يعني احنا من كتر ما يعني كنا بنعتز بالمترو، الواحد فينا بيركن عربيته ويركب المترو. لو نمت في المترو تلاقي واحد يجي لك يقول لك ايه؟ يقول لك لو سمحت قوم عشان يصحيك، يخاف لحسن المحطه بتاعتك تفوت. طب حد ايه اللي يخليه يعمل لك كده؟ ممكن في اي بلد في العالم ما تلاقيش دي، او اي جنسيه مشهوره جدا على المصريين تيجي تسال عنوان تلاقي الناس كلها عايزه تدلك. احنا معروفين في الدنيا كلها بكرم الاخلاق. انا والله مره داخل المترو، انا ساكن جنب محطه المترو على طول، فداخل المترو في لحظه وكان المترو زاحم جدا، وبعدين واحد لابس البدله بقى ورايح الجامعه بس انا مش باين علي ان انا كبير في السن قوي يعني. بس اول ما دخلت بس شويه شباب بقى ايه معاهم بنات وعمالين، يعني انت عارف الجامعه وطالعين من الجامعه وبتاع،
فالشكل العام يوحي ليك يعني ومع ذلك بصيت لقيت اول ما دخلت راح واحد اللي هو اللي قلب العربية، راح قام، كان قاعد بس عامل جو بقى في العربية، عارف جو انت راح قايم وقال لي اتفضل. انا قلت له لا خليك انا اقدر اقف. قال لي لا لازم حضرتك تتفضل، واصر. فلما اصر قلت له اشكرك ورحت جالس. فانا قلت بيني وبين نفسي الخير موجود في الانسان حتى لو كان ظاهره يوحي بغير ذلك. يعني شكله لابس سلسله بقى وفاتح القميص والشعر والبنات يمين وشمال، فالشكل العام ممكن يقول حاجه بالعكس، لكن مع هذا الخير فيه. وقام المشوار طويل، رايح جامعه القاهره، انا افتكرته نازل جامعه حلوان، انا ساكن جنب جامعه حلوان، لا ده هيمشي كمان، انا بركب المحطه اللي قبليها، لا ده فضل واقف لغايه يمكن قريب من جامعه القاهره تقريبا. الشاهد في الكلام بعد شويه انا كنت جايب 2 عصير معايا، دايما بشيل 2 عصير في الشنطه، فرحت مطلع واحده ومديها له. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا من صنع اليكم معروفا فكافئوه. فانا عايز اقول ايه؟ عايزين نظهر الاخلاق بيننا وبين بعض في التوقيت ده بالذات. ما ينفعش ان سيطرة الجو اللي مشحون بالاحتقانات ده غلط علينا كلنا. هذا يزكيه اعداؤنا من الخارج، يزكيه الناس اللي عندهم ضعف الثقافة. اما انت ايها المثقف، انا رجعت الكلام تاني، حضرتك لما بتكون واخد مؤهل عالي او دارس اكتر المفروض تبقى اكثر ثقافة، لكن هذا يبقى مش معناه ان اللي مش واخد مؤهل ما عندوش فرصة للثقافة ابدا. قد تكون بطلبك للعلم وتعلمك للقرآن ولتفسير القرآن ولمجالس الإيمان بفضل الله تصل إلى من حصل على مؤهل عالي أو حتى حصل على دكتوراه. فالشاهد في الكلام إن إحنا عايزين نرعى الكرامة الإنسانية فيما بيننا. في آخر دقيقة في الدرس بلخص اللي قلته في الدرس كله. يا جماعة، إذا أردنا أن يرفع الله قدرنا فعلينا ألا نهين الإنسان. اوعى تهين ابنك، اوعى تهين زوجتك، اوعى تهين جارك، اوعى تهين اخاك، اوعى تهين نفسك حتى. الله نهانا عن ان نحتقر انفسنا وامرنا ان نحترم نفوسنا. في الحديث الصحيح لا يحل لامرئ ان يذل نفسه، حديث. اذا كان ربنا بيقول لك ما تهنش نفسك، يبقى تهين زوجتك. من اهان انسانا اهانه الله عز وجل. هذه قاعدة إسلامية، فإياك أن تهين أخاك ولا أي مواطن، سواء كنت صح أو غلط. اوعى تهين إنسان، لأن الله عز وجل كتب على نفسه أن كل من أهان إنسانا لا بد أن يرد له الصاع فيهان. فإذا أردت لنفسك الكرامة فاحفظ كرامة الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، وأن يحفظ لشعب مصر كرامته، وأن يحفظ لجيش مصر كرامته، وأن يحفظ لكل طرف وكل حزب وكل فصيل وكل إنسان وكل دين في مصر كرامته. اللهم احفظ الكرامة الإنسانية في بلادنا، واجمع كلمتنا ووحد صفوفنا. اللهم نسألك في هذه الساعة العظيمة التي لا يرد فيها الدعاء عقب الصلوات المكتوبات وعقب مجلس العلم المبارك، نسألك أن تحفظ بلادنا في هذه الأيام العصيبة. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا في هذه الأيام. نقسم بك عليك يا سميع الدعاء يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اجمع كلمتنا يا رب، اجمع كلمتنا يا رب. ارزقنا أن نثبت للعالم أننا شعب من أقدم شعوب العالم في الحضارة والأخلاق، بما نتميز به من ديننا الإسلامي الحنيف الذي أمرنا بمكارم الأخلاق. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم. معلش نسينا الجوائز النهارده، سخونة الدرس. جزاكم الله خير، نعوضها المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم، جزاكم الله خير.